اضطراب ما بعد الصدمة. الاضطراب هذا هو مجموعة من أعراض يظهروا من بعد تعرض الشخص لحادث الصادم. بالأعراض مهم. فما الأعراض الاقتحامية وإلا أعراض تكرار الصدمة. الأعراض هذه باش تخلي الشخص يعاود يعيش الحادثة، باش تكون على هيئة ذكريات متكررة وغير مرغوب فيها. مثال، الشخص يبدأ قاعد يخدم وإلا في وسط عائلته وأصحابه أي. ويجيوه ذكريات في مخه بصفة اقتحامية مهم. بالصفة عليه، وإلا تنجم تجيها على شكل كوابيس. يعني الإنسان باش يعاود يحلم بالحادث اللي تعرض له ويعاود يعيشه في وسط الكابوس ويقوم وكأنه كان في وسط الحادث هذاك. وإلا تنجم تجيها على شكل دي فلاش باك، يعني العبد باش يعيش الصدمة كما هي وكأنها قاعدة تصير من أول وجديد. يعني هوني مانيش نحكيو على مجرد ذكريات وإلا أفكار، أما الشخص وكأنه رجع للحظة هذيك، يسمع في نفس الأصوات، يشم في نفس الروائح، وكأنه في نفس المكان، ويحس في نفس الأحاسيس حتى الفيزيولوجية. نعطيه مثال. مهم. مثال شخص كان باش يتعرض باش يغرق، مهم. وفي الفلاش باك باش يعاود يحس وكأنه قاعد يعيش في اللحظة هذيك، يعني بنفس الخوف، يسمع نفس الأصوات، تتسارع ضربات قلبه، ويحس بنفس الشعور متاع الاختناق والرعشة اللي حسهم في وقتها. مفهوم. فما أعراض أخرين اللي هما أي. أعراض التجنب. يتمثلوا في تجنب التفكير في الحدث، يعني الشخص باش يهرب من الحديث أو من التفكير في الموضوع اللي من شأنه يفكروا بالحادث. وإلا ينجم حتى يتجنب الأماكن والناس اللي يذكروا بالحادث. مم. نعطيو مثال. مهم. شخص تعرض للحادث يولي ما عادش يحب يركب مثلا في كرهبته مرة أخرى. وإلا ينجم حتى يتجنب الشارع اللي صار فيه الحادث. اي ساعات آه، حتى بس- ساعات نشوفوا حتى بعض الناس ايناس اللي كي يتعرضوا ليزاكسيدون الحوادث السير هذوما طرق بصفه حوادث الطرقات او حوادث السير ساعات حتى من قدام يقول لك ما عادش نحب نركب في الكرهبه من قدام ماذا بيدي ديما أي التالي. أي وإلا حتى ينجم ما عادش يحب يركب في الكرهبة أصلا. مهم. هذوما هما أعراض التجنب اللي نحكيو عليهم. والا ينجم حتى اذا كان الحادث مثل صار في اثناء الخدمه والا في مهم. الخدمه بحد ذاتها، يولي ينجم حتى يمشي ما عادش يحب يمشي يخدم والا يمشي يقرا. نجم نشوفوه حتى يتجنب الاشخاص اللي يفكروه بالحادث. مثال، العبد ينجم يقطع مع عائلته والا اصحابه على خاطر يفكروه بالحادث. مهم. الشيء هذا اللي باش يخليه يتاثر على تاثر حياته بصفه كبيره، وينجم يخسر مهنته دراسته ولا حتى يخليه يعيش في عزله وينفصل عن الاخرين. اما اعراض اخرين يتسبب اعراض الاستثاره والانفعال. مهم. ونجم نلاحظوا اللي الشخص فيفا ما يهيش على اقل حاجه، والا ينجم يعمل نوبات غضب غير مبرر، ويعني اي حاجه تقلقه ويولي سريع الانفعال، مهم. ولا يولي يعيش في حذر دائم. يعني العبد هذاك يولي ديما اون ايتا داليرت، ديما يحس بالخطر حتى كان مش حقيقي، فانه الشعور بالخطر ديما موجود. مفهوم. يولي نجم عنده صعوبات في النوم، ما ينجمش يرقد ولا يفيق برشا في الليل، صعوبات في التركيز، يولي ما ينجمش يركز في الخدمه ولا في القرايه. فما زاد أعراض أخرى تشمل التفكير والمزاج. مثال، الشخص يولي عنده أفكار سلبية على نفسه، على العالم، على الحياة بصفة عامة. مش يحس معناها اللي ما عادش نقولوا احنا مقبل على الحياه ما عادش يكون فرحان. صحيح، يولي مثلا يحس اللي الدنيا خايبة، ما فيهاش امان، اللي حياته تدمرت، اللي ما فماش امل في المستقبل. الافكار هذه. مفهوم. ينجم زاد يحس بمشاعر سلبيه مستمره، يكون ديما حاسس بالخوف والا بالغضب، والا حتى ينجم يحس بالذنب. مهم. مثال، الشخص اللي تعرض للبراكاج ينجم يقول ما كرنيش تعديت من الثنيه هذيك، والا حقني دافعت على روحي. والا اذا كان المراه تعرضت للاغتصاب والا للتحرش، مهم. نجم تقول ما حقنيش لبست اللبسه هذيك والا خرجت في الوقت هذيك. وكأنه والا يرجع الإنسان على نفسه معناه. والا حتى فما ناس تحس بالذنب اللي هما منعوا ونجيو من الحادث هذيك، فما ناس اخرين ما منعتش. واضح. باش دونك هذوما الاعراض مهم. جينيرالمون. مهم. هذوما أبرز العلامات اللي ممكن هذوما تظهر اهمهم. على اي. الشخص اللي يتعرض للصدمة نفسية ويعيش في صدمة نفسية مهم. وخلفت له خلينا نقولوا عديد المشاكل. دونك برشا ايناس الحقيقه علامات. اسكو باش نقولوا انه الشخص هذا عاش صدمه نفسيه لازم العلامات هذوما الكل يظهروا مع بعضهم ولا بمجرد ظهور علامات دونك ينجم يمشي هو بعض العلامات من اللي كنت سمي فيهم لازم يمشي. بعضها اي. مهم. البعض. ولازم
ولازم زاده الاعراض هذه تفوت 4 اسابيع باش وقتها نحكيو على اضطراب ما بعد الصدمه. يعني اذا كان الاعراض هذم قاعدين ياثروا على جوده الحياه نتاعو، على حياته الاجتماعيه الشخصيه والا أي. المهنيه، فلازمنا وقتها نشوفوا مختص.